اخويا توفى، وبعد شهرين بالظبط من دفنه ابنه راح على المقابر وخرج الجسد بتاعه وعمل حاجة محدش يتخيلها. مش تخيلوا عمل كده ليه؟ حاجة تقشعر ليها الابدان. ودي المشكلة اللي معانا النهاردة. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل وليه خرج جسد والده. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات تحت. وصاحبة مشكلة النهاردة بتحكي وبتقول: انا عمري 49 سنة، كان ليا اخ وحيد اكبر مني. بعد ما والدي ووالدتي توفوا كان سايبين لنا بيت كبير. المهم ساعتها بعديها فترة كنت طبعا متجوزة ومستقرة مع جوزي، وكان جوزي الصراحة شخص محترم وبيتقي الله فيا جدا، لكن كانت ظروفنا المادية صعبة حبتين. واخويا كان تاجر كبير جدا ومبسوط، يعني كان قادر ان هو يسيب ليا بيت ابويا وامي. لكن لقيته بعديها بفترة جه بيقول لي: بقولك ايه يا حبيبتي، البيت ده مش هيفضل مركون كده. قلت له: اللي انت شايفه يا اخوي، لو عايز تبيعه ماشي. قال: مش على حاجة، انا هشتري نصيبك في البيت بتاع ابويا وامي. قلت له: ماله يا اخوي، انت برضو اولى من الغريب. وساعتها رمالي مبلغ بسيط جدا لا يذكر، ما يجيش تمن ربع البيت. المهم ساعتها استغربت وقلت له: ايه ده يا اخويا، انت عارف ان البيت ده يتكلف كتير. قال لي: يتكلف ايه يا حبيبتي، مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ البيت ده ما يجيبش حاجة اصلا، ده قايل للسقوط ومحدش هيشتريه. انا كنت ههده واعمل عليه حاجة تانية، لكن محدش هيشتري البيت ده اصلا، ولو اشتراه هيشتريه يعني بمبلغ رخيص. وبعدين انا اخوكي واولى من الغريب، ينفع يعني تدخلي الغريب ما بيننا؟ قلت له: لا طبعا يا اخويا. المهم ساعتها جوزي قعد يسكتني ويقول لي: في الاول وفي الاخر ده اخوك ابن امك وابوكي، مش هتخسريه يعني عشان شويه فلوس. قلت له: يا حبيبي مش على حاجه، بس هو عارف ظروفنا يعني، وعارف احنا بنمر بايه. هو ما فكرش في يوم انه يساعدني في اي حاجه، ومع ذلك يعني المفروض ان هو كان يبقى حن عليا ويديني، حتى لو الغريب هيديني قليل المفروض ان هو يديني كتير. كان يقول لي: معلش، واخوك اصلا ما كانش هيخلي حد يشتري البيت، فهو اولى بقى من الغريب، وبعدين ان شاء الله ربنا هيبارك لنا في المال اللي هو اداهولنا. المهم ساعتها قلت له: احنا مش عايزين نضيع القرشين دول، احنا ما صدقنا بقى معانا قرشين يعني يسندونا. المهم ساعتها فكرنا ان احنا نعمل مشروع، والحمد لله المشروع كان رزقه كويس وكان بركة وحلال وكل حاجة كويسة. المهم بعد كده لما اخويا ابنه كبر ساعتها خطب له بنت تاجر كبير جدا ومعروف، وكان عامل خطوبة سمعت البلد كلها، حتى الفرح الدبايح كانت شغالة لمدة أسبوع. كنت هقول ياه، كل ده عشان خاطر ابنه الوحيد؟ المهم ساعتها عمل فرح كبير جدا وعزم البلد كلها، وشكله كده يعزم أخته وجوز أخته. أنا كنت زعلانة قوي، بقى أخويا الوحيد يستعر مني أنا وجوزي وولادي؟ ما عزمناش ليه؟ أيوه هو بيستعر مني. ساعتها جوزي قعد يقول لي: حبيبتي ما تاخدهاش بالطريقه دي، عادي يعني كبري دماغك. كنت اقول له: اكبر دماغي من ايه؟ ده اخويا الوحيد، يعمل فرح لابنه يعزم فيه البلد كلها، واخته الوحيده ما يعزمهاش على اي حاجه خالص، ولا يشاركها باي فرحه عنده خالص. انا مستغربه. كان يقعد يقول لي: معلش، تلاقيه بس انشغل ولا حاجه. قلت له: انشغل؟ هو طول عمره منشغل عني وعن حياتي وما يعرفش عني حاجة ومش عايز يعرف. ماشي، ربنا يسهله وربنا يبارك لابنه. المهم ساعتها قابلته في مرة وقلت له: مبروك، مبروك لابنك. قال لي: الله يبارك فيك يا اختي، معلش انا انشغلت بقى ونسيت اعزمك، وبعدين انت عمته يا ستي، المفروض انت تيجي من نفسك، مش لازم اعزمك يعني، وكل اللي جولي دول تجار وحبايبي وانا مجاملهم، والصراحة انا ما عزمتش حد، كله جه عشان يجاملني. قلت له: على العموم مبروك يا اخويا، عقبال يا رب ما يجيب عيل صغير كده يملى عليك الدنيا يا رب يا اختي. المهم ساعتها سبته ومشيت، وابنه طبعا عرفت ان هو ربنا كرم زوجته وخلف ولد، وطبعا كانت الدبايح شغالة واخويا رجله قلت شوية من حتة نزول الشغل بتاعه، وابنه مسك كل حاجة عنده. وطبعا من بعدها اخويا ما عادش بينزل خالص. في يوم لقيت الباب بيخبط علي، بفتح الباب لقيت اخويا قاعد على كرسي مشلول وحد بيجره.
انا شفته كده قلت له خير يا اخويا، ايه اللي جرالك؟ وتحس بقى عنده 90 سنة، وساعتها كان موطي راسه في الأرض ومش قادر يرفع عينه فيا. المهم ساعتها شكرت الراجل اللي جابه ودخلته على جوه، وكان منهار من العياط. طبعا انا قفلت عليه انا وهو بس عشان محدش يشوفه من عيالي ويتكسر قدامهم. المهم قلت له مالك يا اخويا؟ ايه اللي حصل لك؟ اتشليت ازاي؟ وانا معرفش يا اخويا ان انت تعبان. انا بقالي كتير معرفش عنك حاجه، والناس بتقول ان ابنك مسك كل حاجه وانت ما عدتش بتنزل. قلت يمكن بيريحك بعد العمر والشقه ده كله. قعد يقول ابن الله لا يسامحه. قلت له ليه؟ عمل فيك ايه؟ قال لي هو وزوجته من يوم ما اتجوزوا وزوجته بتعاملني احسن معامله، وقاعده تحت رجلي ليل نهار بتخدم فيا. كانت عامله زي الافعى لحد ما لعبوا في دماغي هما الاتنين، وكتبت لابني كل حاجه بيع وشراء. وقال لي يا ابويا بقى انت كبرت واقعد وارتاح والعب مع حفيدك، وسمعت كلامه وكنت فرحان قوي بابني. المهم بعد ما كتبت له كل حاجه بيع وشراء، زوجته ما بقتش تسأل فيا، وطول الوقت مهملة، ما بتعبرنيش خالص ولا بتعمل لي لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. حتى كانت مأكدة على الناس اللي شغالة في البيت تقولوا محدش يعبره ولا يسأل فيه ولا يناوله بقه المية لحد ما يغور في 60 داهية. أنا عرفت منه ومن خدمته. كنت أسمع الكلام ده بودني، ما كنتش أصدق اللي هي بتقوله لحد ما تعبت. وطبعا جابولي الدكتور في البيت، هو قال ان انا جالي جلطة وبسبب الحاجات دي انا اتشليت، مبقتش عارف اتحرك خالص. طبعا كل يوم ببقى تقيل عليه، وكل مادة بتقعد تهين فيا وتشتمني وتضربني، وابني مش شايف ده خالص. وفي يوم بهدلتني اخر بهدلة وانا ما كنتش بنطق، لان زي ما انت شايفة كده لا حول ليا ولا قوة. المهم اول ما ابني جريت عليه وفضلت تعيط تقول له باباك مبهدلني ليل نهار، عمال يشتم فيا ومبهدلني ومخليني خدامه تحت رجله. انا تعبت، انا بنت ناس، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه فيا ده خالص. انتوا مش جايبيني هنا خدامه ولا ممرضه، جيب يا حبيبي اللي باباك حد يخدمه ولا ممرض ولا اي حاجه. طبعا ساعتها اتعصب جدا وقال ازاي يعمل فيكي كده؟ احنا مش كفايه مستحملين قرفه؟ وطبعا انا سمعت حاجه زي كده انا ما كنتش مصدق. ابني بيقول عليا كده، لقيته داخل بيقول بقول لك ايه يا بابا، ما مراتي دي تعبانه مع ابني ليل نهار وما بينايمهاش، مش هتيجي انت كمان تقرفها؟ دي بنت ناس برضو، مش جايه يعني خدامه. وبعدين يعني ما عندك هنا الناس ما تنادي على حد فيهم، اشمعنى مراتي؟ قلت له انا ما عملتش حاجه يا ابني، انا ما قلتش حاجه، ولكن مفيش اي حد هنا بيسمع كلامي. يسمع كلامك ازاي يعني؟ بقول لك ايه يا بابا، انت خليك في الاوضه وما تتحركش منها خالص، كده كده انت ما بتتحركش اصلا، واللي انت عايزه هيبقى يجيلك، مالكش دعوه بمراتي تاني. المهم ساعتها قفل عليا باب الاوضه وسابني وخرج. انا كنت حزين ان ابني بيعاملني كده وان هو مصدق مراته. وساعتها حسيت بقهرة وحزن وحاسس ان انا هموت في الاوضه لوحدي. كنت مخنوق، ما حسيتش بنفسي غير وانا جايب كيس وحاطط فيه هدمتين ليا، ولقيت نفسي رجلي والكرسي بياخدني على هنا، وخندت على واحد من الشارع قلت له تعالى وديني بيت اختي. وساعتها لقيت نفسي قدام باب بيتك، ومش عارف هل هتتقبليني يا اختي بعد اللي انا عملته فيكي ولا لا. انا كنت بستعر منك وظلمتك في بيت ابويا وامي. انا عارف ان اي حاجه هتعمليها فيا عادي، انا مش هزعل، حقك تعملي فيا اكتر من كده كمان. ويا ستي انا كل اللي طالبه منك ان انت بس ترميني في اي دار مسنين وانا هتعامل. ساعتها بصيت له وقلت له وانت تعرف اختك كده؟ تعرف ان اختك ترميك في الشارع، ترميك في اي دار مسنين؟ ليه كنت عدمتني؟ انت اخويا الوحيد ابن امي وابويا، وفضلت ابوس في ايده وفي رجله وانا وهو حاضنين بعض وعمالين نعيط. هقول له ما تقولش كده، ما كنتش انا اخدمك، مين هيخدمك؟ المهم ساعتها قعد يقول ربنا يخليكي ليا، انا مش متخيل اللي انت هتعمليه معايا. طبعا اول ما جوزي جه من الشغل وشاف اخويا بالحاله دي اتأثر جدا وزعل عشانه،
وقال له يا حبيبي البيت بيتك، انت منورنا وكلنا خدامينك، واوعى تحس باي احراج، انت في بيت اخوك واختك. طبعا ساعتها اخويا اول ما سمع الكلمتين دول انهار تاني من البكاء. وساعتها جوزي حضنه وقال له مش عايزك تحس باي احراج، هنا انت اخويا برضه وفي بينا عشره كتير. طبعا ساعتها اخويا كان مبسوط جدا من انا وجوزي مرحبين بيه، لكن كان طول الوقت حزين بسبب اللي ابنه ومرات ابنه عملوه فيه. ما كانش مصدق ان هو بعد العمر ده كله، بعد ما يهب له كل حاجة ويكتب له كل حاجة بيع وشراء باسمه، هو لسه مازال حي وابنه يعمل فيه كل ده. المهم كان كل شوية يسألني ابني سأل عليا، ابني اكيد بيدور عليا صح؟ كنت اقول له اكيد يا حبيبي، بس عمره بقى ما يتخيل ان انت تكون عندي هنا. انت عارف ان هو عارف ان احنا طول عمرنا ما بنسألش في بعض، فاكيد اخر مكان هيسأل عليك انك تكون هنا يعني. فقال لي ايه بس اكيد بيسأل عليا؟ قلت له اه طبعا. هو ما كانش بيسأل عليه خالص، وكان عايش حياته ولا اكنه ابوه صحي ما لقاهوش في البيت. طبعا انا كنت حزينة جدا، لكن كنت اقول لاخويا ايه، اخويا كل مادة التعب بيشتد عليه اكتر من حزنه وقهرته على ابنه، وكل شوية يسألني ابني سأل عليا ولا لا؟ قلت له يا حبيبي والله اكيد بيدور عليه. قال لي لا، ابني ما بيدورش عليا ولا فارق معاه، ده تلاقيه ما صدق ان انا مشيت من البيت عشان يخلله جو ومراته. انا عارف ابني ده جاحد، انا مش عارف الواد ده طلع لمين، الواد ده اكيد ابن حرام. قعدت اقول له ما تشغلش دماغك انت، بس اهم حاجه صحتك والله. المهم طبعا كل يوم التعب بيشتد عليه، ولقيته بيناديني في مره وبيقول لي انا لما اموت انا مش عايز ابني يمشي ورايا، ومش عايز حد يعرف خالص ان انا مت، دي وصيه ولازم تعملي بيها انتي بس وجوزك اللي تمشوا ورايا، غير كده لا، مش عايز اي حد يعرف بخبر وفاتي، سامعه ولا لا؟ انا عايز اعرف ابني هيحن عليا امتى؟ اكيد هيحن عليا بعد ما اموت. انا غضبانه عليه ومتبري منه ومش مسامحه خالص، انا مش عارف جايب الجحود ده كله منين. قعدت اقول له ايه ده بس يا حبيبي عشان صحتك انت تعبان. المهم ما عداش يومين وتوفاه الله، وعملت بالوصيه اللي هو قال لي عليه، ما عرفش حد بخبر وفاته، ودفنت انا وجوزي جنب ابويا الله يرحمه. كنت حزينه قوي عليه وعلى اللي حصل له في اخر ايامه. المهم بعدها روحت البيت، وبعدها بشهر بالظبط سمعت ان الناس كلها بتتكلم عن ابن اخويا اللي خسر تجارته كلها، وكمان عليه ديون كتير قوي للتجار. ومش بس كده، مراته خدت ابنها وسابت له البيت واتطلقت منه، ومبهدلاه اخر بهدله في المحاكم. طبعا بعدها بشهرين لقيت الباب بيخبط عليا، ببص لقيت ابن اخويا بيقول لي ازيك يا عمتي، انت بتعرفيش حاجه عن بابا؟ ما شفتهوش؟ قلت له ما اعرفش حاجه عن بابا؟ انت لسه فاكر بابا يا حبيبي؟ بابا اللي كان كل يوم يسأل عليك ويقول لي ابني سأل عليا، ابني اهتم بغيابي وبيدور عليا، وانت ولا هنا عايش حياتك على الاخر ومستغرب اللي حصل لك. ده لسه يا ابني، لسه هتشوف. قعد ينهار ويعيط عياط هستيري ولا اكنه طفل صغير. الصراحه صعب عليا، قال انا عايزه اشوف ابويا، عايزه استسمحه انه يسامحني، انا عارف ان كل اللي بيحصل لي ده بسببه، انه غضبان عليا، انا عايزه اشوفه، ابوس ايدك يا عمتي وديني ليه، عايزه ابوس ايده ورجله وعايزه يسامحني. قلت له تعالى يا حبيبي اوديك ليه. وساعتها رحنا المقابر. الواد بقى مستغرب قوي، يقول لي انت مودياني هنا ليه يا عمتي؟ انت جايباني هنا ليه؟ قلت له عشان ابوك قاعد هنا. قال لي ابويا انا قاعد هنا؟ قاعد هنا فين؟ قاعد في المقابر وسط الاموات؟ قلت له اه يا حبيبي، الاموات دول احن عليه من الاحياء. وساعتها دخلته ووقفنا قدام القبر، واول ما قرا الاسم انهار عياط هستيري، ما كانش مصدق ان ابوه مات. قعد يقول ابويا مات، ابويا انا مات، انا مش مصدق. وساعتها قعد يخبط برجله في باب القبر لحد ما اتفتح.
وراح مطلع جسم ابوه وقعد يبوس في ايده ورجله ويقول له حقك عليا يا ابويا، حقك عليا، انا ما كنتش متخيل ان اعمل فيك كده، انا كل اللي بيحصل لي ده بسببك وبسبب ان انت غضبان عليا. طبعا التربي والناس كلها كانت واقفه في المقابر مستغربه باللي بيحصل، والناس قعدت تشتم عليه وتقول له انت عيل عاق، جيت تفتكر ابوك دلوقتي؟ جيت تفتكر ابوك بعد ما توفى بشهرين؟ ابوك كان ميت غضبان عليك، ما كانش مصدق ان انت تعمل فيه كل ده. هو لسه يا ابني ياما هتشوف الا غضب ابوك وامك عليك. انا من اكتر القصص اللي اتأثرت بيها الا رضا الاب والام. طبعا طول ما ابوك وامك راضيين عنك الدنيا وما فيها راضية عنك، حتى ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا احنا عايشين بدعواتهم وعايشين ببركتهم. انا حبيت النهارده اطلع احكي القصه دي لعل وعسى تكون عبره وعظه لاي عيل عاق سمعني، يفوق كده قبل فوات الاوان ويروح يحب على ايد ابوه او امه، يعني يكونوا ما بيسألش فيهم او يكون مثلا مزعلهم في حاجه او غضبانين عليه. فطبعا الا رضا الاب والام يا جماعه، احنا ماشيين بدعواتهم وبركتهم، وطول ما هم راضيين عننا الدنيا وما فيها وكل الابواب المقفله بتتفتح في وشنا، وبيبقى في بركه في كل حاجه في حياتنا، في اولادنا وفي رزقنا وفي صحتنا وفي كل حاجه بسبب دعوات ابونا وامنا. تخيل بقى ابوك وامك غضبانين عنك وما بتسألش فيهم او مقصر معاهم او بتهينهم او بتضربهم او رميهم في الشارع، ما تبقاش تسأل انا ليه مش متوفق في حياتي، انا ليه البيبان مقفله في وشي، انا ليه حياتي سودة؟ ما بسبب ان انت ابوك وامك غضبانين عنك. المفروض ان اي اب او اي ام عايشين المفروض ان احنا نهتم بيهم ونسأل عليهم عشان نكسب دعوة بس منهم، وان البركة تحل علينا. والنهارده عايشين، بكره برضو الله اعلم، يعني الدنيا من فتح يا جماعه، والا الاب والام ودعاء الاب والام لينا بنبقى ماشيين، يعني الدنيا وما فيها راضيه عنا، دنيا واخره كمان. واللي احنا هنعمله النهارده هيترد لنا بكره سواء خير او شر، يعني احنا عملنا خير هيترد لنا خير في اولادنا، واولادنا هيعاملونا نفس المعامله. عملنا شر برضه هيترد لنا شر، وولادنا هيعاملونا بنفس اللي احنا عملناه في ابونا وامنا. عشان كده يا جماعه انا طلعت النهارده احكي القصه دي لعل وعسى تكون عبره وعظه لكل عيل سمعني، الا الاب والام.